يا مساء الفل. النهاردة هنكسر مع بعض حاجز الخوف من شهادة الاي تي كيو بي. بدل ما نقعد نقرأ 100 صفحة، أنا هقول ملخص كل شابتر، يعني الزتونة في السريع. وعملت ليكم موقع مخصوص في التلخيص ومعاه امتحان صغنطوط بعد كل شابتر. يلا بينا. الشابتر الأول ده الأساسيات. بص بقى، الشابتر ده هو اللي بيبني تفكيرك ككيو اي، واهم حاجة لازم تعرفها ليه التستنج مهم، عشان بنقلل المخاطر ونوفر فلوس التصليح بعدين. بيبقى عندي هنا حاجة مهمة جدا، وهي ايه الفرق بين الايرور والديفكت والفيلير. المبرمج بيغلط، ده ايرور، خطأ بشري، تمام. بيكتب الكود غلط، ده الديفكت. احنا لما نشغل البرنامج ونلاقي نتيجة الغلط، ده الفيلير. بيجي عندي هنا 7 مبادئ، كلهم مهمين، بس لازم نركز على ان التستنج بيثبت وجود العيوب مش عدم وجودها، وانك مستحيل تعمل exhaustive testing، يعني تختبر كل حاجة بنسبة 100%. طبعا اغلب الحاجات شرحناها مع بعض في البداية، احنا بس هنقول الملخص على السريع. تمام، يجي شابتر 2، ده بقى دورة حياة المشروع. بيبقى عندي هنا اكتر من ميدل، فبيبقى عندي مثلا الفي موديل، ده اشهر موديل. ده بيبقى عايز ايه؟ انا بس عايزاكم تعرفوا ان لكل خطوة تطوير development بيبقى قصادها خطوة اختبار، يعني testing. ده برضو الشكل بتاعه. يبقى اكيد ليه مميزات. طيب مميزاته ايه؟ ان انا بكتشف العيوب بدري، بيبقى منظم اكتر، نجاح اعلى. طيب ليه عيوب؟ ده اكيد برضو ان هو جامد، يعني مش مرن وصعب فيه التغيير. طيب نتكلم على موديول تاني زي مثلا الاجايل. ده بقى بيبقى مزيج، يعني فبيبقى مرن، بيبقى العميل بيقدر يشارك والتسليم بيبقى سريع. طيب عيوبه ان هو بيبقى اقل في التوثيق، وبيبقى معتمد اكتر على العميل ومحتاج التزام كبير. فتمام، نرجع تاني نكمل في شابتر 2. بيجي هنا عندي فرق بين حاجتين، تست ليفلز والتست تايب. ايه هي التست ليفلز؟ احنا شرحناهم مع بعض، ماشي، بس نقول تاني، هم 5 مستويات. أول حاجة اليونت، دي الوحدة الصغيرة، بنختبر كل قطعة لوحدها، ودي مين اللي بيعملها؟ الديفلوبر، المطور. تمام. تاني حاجة الانتجريشن، ده بنختبر الوصلات بين القطع، حاجة مع حاجة مع حاجة، تمام. تالت حاجة السيستم، هنا بنختبر السيستم كله كأنه حتة واحدة. سيستم انتجريشن، سيستم مع سيستم، نظام مع نظام. خامس حاجة الاكسبتنس، ده عشان نتأكد ان العميل راضي عن الشغل، كل شغلنا 100. بيجي حاجة مهمة خالص في آخر الشابتر، وهي المينتينس تيستنج، وده بنعمله لما نغير حاجة في سيستم شغال أصلا، وبنعمل معاه الامباكت اناليسيس عشان نشوف التغيير ده بوظ ايه تاني. يبقى الامباكت اناليسيس نعمله قبل اي تعديل بعد اي حاجة، تمام. شابتر 3، وده static testing، من اسمه static، وده اسهل واهم شابتر، لانه بيعلمك ازاي تلاقي الاخطاء من غير ما تشغل البرنامج اصلا. طيب بيبقى عندي اكتر من ريفيو. الريفيو ده ان احنا بنقعد نقرأ الورق والكود. بيبقى عندنا نوعين، اول حاجة الانفورمال، يعني دردشة عادية، تمام، من اسمها انفورمال، دردشة، لحد ما بنوصل لايه؟ الانسبكشن. ده بقى اللي بيبقى فيه خطوات رسمية واجتماع رسمي وكله 100. تمام. تمام، نشوف الموقع. ده كان ملخص سريع لأول 3 شباتر، بس الكلام ده محتاج يثبت، وطبعا انت محتاج تقرأ كل كلمة كلمة في الشابتر بالانجلش. طيب فانت ممكن بتطبع الكلام، طيب انت ممكن يقف قدامك كلمة بالانجليزي انت مش عارفها، فعشان توفر برضو وانت بتطبع الانجليش تطبع معاه العربي، ترجمة جوجل العربي. لو كلمة وقفت قدامك تشوفها، يبقى انت معاك الاتنين وتذاكر. واهم حاجة ان انت تفهم كل حاجة صح، الفهم احسن من الحفظ، الاتنين مع بعض بيكملوا بعض. بس لو انت فاهم تعرف تحل الاسئله، لان الاسئله بتعتمد على التفكير، تمام. ده الموقع اللي انا عملته. بيبقى عندك هنا الشابتر، ده الكلام اللي انا شرحته. بس بيحمل.
تمام. تمام، انت قرأت ذاكرت. امتحان كويز صغير خالص، 10 أسئلة، سبمت، درجتك تطلع، تعيده تاني عادي جدا. اهم حاجة ان انت لو هتعيده 100 مرة، بس اهم حاجة ان المعلومة تثبت وان انت هتتعلم. والدرجة مش بتقيس كبدايتك، انت لازم تثبت نفسك. شابتر 2 تمام، وهكذا لحد شابتر 6. بس احنا نكمل الفيديو الجاي عشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم. نبدأ من الفيديو الرابع المرة الجاية. وبس كده، سلام.